في أماكن من الأفضل إنها تفضل مقفولة، أبواب المفروض عمرنا ما نفكر نخبط عليها، لكن ساعات اليأس أو يمكن الفضول بيجرنا لحافة الهاوية. القصة دي عن سور عادي جدا في موقع بناء مهجور، بس في الحقيقة السور ده كان باب بيودي لمكان أسوأ من الموت نفسه. سؤال يبان بسيط مش كده؟ لكن إجابته ما كانتش بسيطة أبداً. خلونا نرجع بالزمن ونشوف إيه اللي حصل في الليلة المشؤومة دي. الحكاية بتاعتنا مش بتبدأ لحظة الاختفاء، لا، هي بتبدأ بعدها بشهرين، لما خلاص الكل بطل يدور، لما اسم سامح بدأ يختفي من ذاكرة الناس. حقيقة باردة ومختصرة، شهرين بالظبط. شهرين كانوا كفاية عشان اسم سامح يتحول من قضية رأي عام لمجرد ملف مقفول ومطرب في أرشيف الشرطة. القصة الرسمية كانت سريعة ومحبطة بشكل لا يطاق. اختفى، لقوا تليفونه جنب السور، قفلوا القوية. الشغل في موقع البناء كمل عادي جدا، وبالنسبة للعالم كله القصة انتهت هنا. بس بالنسبة لعمرو الموضوع ده ما كانش مجرد ملف بيتقفل، ده كان أخوه، وكان في إحساس فظيع جواه بيقوله إن في حاجة غلط، حاجة غلط جدا. رفض تماما يصدق النهاية الرسمية دي وقرر يبدأ تحقيقه الخاص. الدليل الوحيد اللي كان في إيده هو الحاجة الوحيدة اللي الشرطة ثبتها له، الحاجة اللي لقوها جنب السور، تليفون سامح. بعد أسابيع من المحاولات عمرو قدر يفتح التليفون عشان يلاقي فراغ. كل الصور، كل الرسائل، كل الذكريات اتمسحت. كل حاجة ما عدا ملف واحد بس، ملف صوتي بايظ مكتوب عليه تاريخ وتوقيت الليلة اللي اختفى فيها سامح. ده كان الخيط الوحيد اللي فاضل. عمرو استخدم برامج معقدة وبدأ عملية ترميم للملف، ومع كل طبقة تشويش كان بيشيلها كان بيحس كأنه بيزيح التراب عن قبر، وبيكشف ببطء عن الأصوات اللي كانت محبوسة تحته. وشوية شوية الأصوات بدأت تظهر. في الأول صوت خطوات سامح على التراب، بعدها همسات غريبة مش بشرية، وفجأة من قلب السكوت طلع صوت هدير عميق، صوت هز سماعات عمرو وكأنه طالع من بطن الأرض. وبعد الهدير جه الصوت اللي جمد الدم في عروق عمرو، صرخة سامح، صرخة ممزوجة بألم ورعب، وبعدها على طول صوت جسمه وهو بيتجر بعنف على الأرض، وبعدين كل حاجة سكتت. عمرو كان خلاص هيرمي التليفون من إيده، قلبه كان هيقف، لكنه لمح حاجة مستحيلة على شريط الوقت بتاع التسجيل. التسجيل مخلص، فضل شغال 15 ثانية زيادة بعد ما الصرخة وصوت السحب انتهوا. 15 ثانية من الصمت التام، أو على الأقل ده اللي كان باين في الأول. عمرو على الصوت لأقصى درجة، وفجأة سمع صوت خافت جدا بيكسر الصمت. ده كان صوت سامح، بس كان مشوه ميكانيكي، كأنه بيتبث عن طريق إشارة راديو ضعيفة من مكان بعيد جدا، كأنه من عالم تاني. الكلمات كانت متقطعة وبتحاول بصعوبة تطلع وسط التشويش الكوني ده، لكن وسط الدوشة عمرو قدر يميزها. عمروك سر السور دي ما كانتش مجرد كلمات، دي كانت وصية، نداء استغاثة من المجهول، بيأمره يعمل حاجة واحدة بس، يكسر السور. في اللحظة دي خوف عمرو اتبخر، خلاص ما بقاش في مكان للتردد أو التفكير. كل ده اتحول لتصميم بارد وقاتل، هو هيروح لأخوه مهما كان التمن. تحت جنح الظلام عمرو تسلل لموقع البناء، ولقى الفتحة في السور القديم مقفولة بكتلة أسمنت شكلها غريب، ومن خلال الشقوق الصغيرة كانت بتتسرب ريحة سخنة ومش مألوفة، ريحة حاجة محروقة وحية في نفس الوقت. عمرو مسك مطرقة تقيلة وبدأ يضرب. مع أول ضربة الهمسات رجعت، بس أقرب المرة دي. ضربة تانية الهوا حواليه بدأ يسخن. ضربة تالتة حس إن في حاجة في الناحية التانية بتصحى. وأخيراً كتلة الأسمنت اتكسرت والفتحة ظهرت. عمرو وجه كشافه القوي لجوه، بس اللي شافه كان فراغ، ضلمة سودة كثيفة لدرجة إنها كانت بتبلع نور الكشاف. عمرو صرخ باسم أخوه سامح، صدى صوته رجع له مشوه كأن في حاجة بتحاول تقلده. وبعدين من قلب الضلمة طلع صوت نغمة تليفون سامح، بس الغريب إن تليفون سامح كان في جيب عمرو وصامت. وجه الكشاف تاني ناحية الفتحة، والمرة دي شافها عيون حمرة بتلمع، مش 2 لا العشرات. وقبل حتى ما يقدر يرجع لورا طلعت إيد من الضلمة بسرعة رهيبة، إيد طويلة ورفيعة مش بشرية، صوابعها شبه المخالب،
مسكت في كحله وجرته لجوه وهو بيصرخ. تاني يوم الصبح العمال اكتشفوا اللي حصل. الشرطة جت، بس اللي لقوه ما كانش مجرد تكرار لمأساة سامح، لأ، كان في تطور مرعب، تطور غير القصة كلها. لقوا تليفونين على الأرض قدام الفتحة، والأكتر رعباً بقايا كتلة الإسمنت كانت مكسورة ومتنطورة لبره مش لجوه، كأن في حاجة كسرت السور عشان تخرج مش عشان تدخل. المبنى خلص واتبنى، والموظفين بدأوا يشتغلوا فيه. لكن القصة ما خلصتش. الشكاوي بدأت تظهر، ريحة سخنة غريبة طالعة من الحيطان، أصوات خربشة بتتسمع من جوه مواسير التهوية، وساعات من غير أي سبب كل تليفونات المكاتب في المبنى بترن في نفس اللحظة، كلها بنفس النغمة، نغمة تليفون سامح.